السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين انا جايبين كبده كده اللي هي بتاعت الفراخ. هنشوف هنعمل الطريقه اللي احنا هنعملها ازاي. يا رب تعجبكم. جبت كبده اهيت اللي هي الكبده بتاعت الفراخ ديت. زي ما انتم شايفين كده معايا نص كيلو كبده. غسلتها بقى، انا نقعتها في خل. الخل بيخليها تبقى حلوه كده وتبيض كده وتبقى حلوه، متبقاش حمرا كده اللي هي يبقى فيها دم. انت تغسليها بالخل، تحط عليها ميه كده وتقوم حاطه شويه خل وتسيبيها شويه في الخل. جبت بقى معايا كده ايه، غسلتها كده ونضفتها، وجبت معايا بصلتين كده ولا بصله خرطتها كده ايه، وجبت بتاع دي طماطم خرطتها، وجبت جزر بشرته، وجبت فلفل. معايا فلفل احمر اللي هو الالوان ده، ومعايا قرن فلفل رومي اللي هو الاخضر، ومعايا قرن فلفل حامي. ما رضيتش اكتر فلفل حامي عشان الفلفل ده حراق قوي. يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. والبصله الجزرايه بشره الجزرايه. خرطت بقى القرن فلفل الحامي كده زي ما انتم شايفين كده، ومخرطة اللي هو الفلفل اللي هو الألوان اللي هو الأحمر معايا برضو مخرطة منه شوية. جبت طاسة بقى كده حطيتها على النار عشان هنعمل الكبدة كده. يا رب تعجبكم. حطيت كده شوية زيت في قلب الطاسة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. حطيت بقى كده ايه شوية زيت في الطاسة، وحطيت البصلاية بتاعتنا. انا مش مخرطاها حتة كبيرة، مخرطاها اللي هي التخريط اللي هو العادي بتاعنا دوت. وحطيت الزيت وحطيت عليه البصل. اللي وصل بقى معايا لحد هنا ما ينسينيش باللايك والشير واشترك في القناة. واللي ما يعرفنيش، انا قناة وصفات طبخ فلاحي مع ام مريم، يا ريت كده يخش يشرفني وينورني ويشوف فيديوهاتي. يا حبايبي كده بقى ايه، نقلب بقى البصلة بتاعتنا كده. احنا عايزينها ايه، تعمل كده شوية، تدبل كده شوية، مش عايزاها تحمر اللي هي تحمر جامد، لا انا عايزاها تدبل بس كده. وكنت جايبه بقى فصين توم كده مقشراهم ومخرطاهم، حطيتهم كده على البصله عشان نحمرهم مع البصله. مش هنحمر، او احنا بنقلب بس كده ندبلها كده معانا بالتومه بالبصل. يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. تنك بقى تقلبي على طول علشان ايه، ما تلسحش من جنب وجنب، لا عشان تبقى كلها زي بعضها، ما تبقاش واحده بيضه وواحده حمرا. انك بقى تقلبي كده في البصلايه لحد ما تدبل، وبعدين تقوم حاطه عليها ايه الجزرايه. انا جايبه جزريه كده ايه، غسلها كده وبشرها بالمبشره. تحطيها على البصلايه وتقلبيها كده علشان برضو ايه تشرب من البصل ومن الثوم ومن الزيت اللي احنا حاطينه، كله كده يشرب من بعضه. تسيبيها بقى تاني تقلبي فيها كده برضو لما تدبل، تشرب كده منهم وتدبل كده ايه زي البصلايه. تقلبي فيها كده لحد ما تدبل خالص، ما تتحرقش يعني. التانك تقلبي فيها كده دبلت اهيت. جايبه بقى طماطميه واحده اللي انا جبتها، خرطتها كده حتت كده مكعبات، وحطيتها ايه على الجزر بتاعنا والبصل. يا حبيبي كله كده، كله ني كده، بتبقى جميله اوي بصراحه يعني. تقلبي كده بقى ايه، تشرب كده برضو من بعضها، كله كده يشرب من بعضه. وهي على النار برضو عادي كده. وهي نجيب بقى التوابل بتاعتنا، نحط لها توابل، نحط لها بقى كمون. جبنا شويه كمون كده حطيناهم على الحاجه بتاعتنا، وحطينا شويه فلفل، وحطينا شويه ملح. عايزه عندك بقى بلح جوز الطيب عايزه حطي، بيبقى جميل اوي بصراحه يعني على الكبده، وبيبقى مديها طعم حلو. هتحطي بقى التوابل اللي انت عايزاها تحطيها. وحطينا شويه ملح،
وحطي التوابل اللي انت عايزاه، اللي انت عايزه تحطيها حطيها اللي انت بتحبيها. يعني انا اصلا بطبيعتي كده ما بحبش اكتر التوابل على الاكل عشان ما بتغير طعم الاكل. فانا عايزه احس بطعم الاكل اللي انا عاملاه، مش عايزه التوابل تبقى كتيره كده والاكل يبقى طعمه مغير. لا انا بقلل في التوابل، ما بحبش انا اكتر توابل. وكان عندي بقى شويه بهارات كده، اللي هي بهارات الفراخ ديت. قمت جايه برضو حاطه شويه على الحاجة اللي انا عاملاها، الحاجة بتاعتنا دي اللي هي البصل والطماطم والجزر والثوم. حطيت كده عليهم شوية وقلبتهم كده، وجبت معلقة سكر بقى، معلقة سكر كده اللي هي المعلقة الكبيرة بتاعت الاكل، تمليها كده سكر وتروحي حطها عليها، بتخلي طعمها كده مسكر وبتخلي طعمها حلو. بس الحاجة بتاعتنا كلها اتدبلت خالص ازاي. نجيب بقى الكبدة كده ايه هنحط واحدة جنب واحدة عشان ما نقلبش ونهريها معانا. لا احنا هنحط واحدة كده جنب واحدة، وبعدين نقوم جايين قلبينها من واحدة لواحدة، يعني تاخد كده تشمع من تحت، نروح قلبينها على الوش التاني اهو زي ما انتوا شايفين كده، عشان ما نقعدش نقلب فيها وتبوظ تتهري معانا. يعني انا عايزة الواحدة بوحدتها كده، مش عايزة اقطعها ولا عايزاها تتقطع. والكبدة عشان تغسليها وتنضفيها تجيبي تحطيها كده في شوية مية، وتروحي حاطة عليها شوية خل، وتسيبيها 10 دقايق ربع ساعة كده بالكتير. هتلاقيها بقى نزلت الدم بتاعها وبقت بيضة كده وحلوة، والكبدة بقت نضيفة كده وحلوة. وبعدين بقى عايزة ترجعي تغسليها بقى بدقيق تاني اغسليها، عايزة تحط عليها ليمون وتسيبها برضو شوية تسيبيها. انا جبت بقى الفلفل بتاعنا اهوت اللي انا كنت مخرطاه وحطيته كده على ايه، على الكبده. وبص الكبده تشمع من تحت، اروح قلبها من الناحيه دي للناحيه دي كده، اقلبها على الجنب التاني عشان مش عايزاها تتهري، انا عايزاها تنها زي ما هي الواحده كده ببعضها. وحطيت الفلفل بقى عليها اهوت، وبغطيها بقى وبسيبها ايه تغلي كده مع بعضها، علشان ايه تشرب كله يشرب من بعضه والكبده بتاعتنا تستوي. عشان انا مش مقطعه الكبده، انا سايباها سليمه. اي حبيبي زي ما انتوا شايفين كده. شمعت من الناحية التانية، تروحي قلبها من الناحية دي للناحية دي، تقلبها الناحية التانية عشان ما تتهريش منك، عشان الكبدة دي بتتهري على طول. اهي غطيتها بقى ايه لحد ما خدت شفت استوت كلها كده والشرابة كلها من بعضها اهيت، بالفلفل بالجزر بالبصل بالثوم. جربوها كده بالطريقة دي، والله الطريقة دي جميلة ممتازة يعني. اي حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. غطيت بقى الطاسة وسبتها كده ايه خدت غلوة كده مع بعضها، كانت قربت تستوي اهي. بصوا يا حبايبي استوت خالص ازاي اهي، والواحدة ببعضها ما اتهرتش ولا اي حاجة، الواحدة سليمة زي ما هي. كنت بقى عملت شوية رز كده جنبها، عملت كده جنبها شوية رز بالشعرية عشان نغرف الكبدة ويبقى جنبها الرز. اللي عايز ياكلها بقى بعيش ياكلها، واللي عايز ياكل بالرز ياكل. كنت عاملة بقى شوية رز كده جنبها اهوت، بس انا مصورتهمش بقى، طبعا كلنا عارفين الرز بيتعمل ازاي وعملته كذا مرة معاكم. انا كنت عاملة طبق بس، طبق واحد بس كده، هي اصلا هتتاكل بعيش يعني مش محتاجين رز، بس لو حد حب ياخد شوية رز ولا حاجة. اي حبيبي بصوا الكبدة بتاعتنا عاملة ازاي، جميلة والله بصراحة يعني. اهي غرفتها بقى في الطبق كده، جربوها بالطريقة ديت وحطوا معلقة السكر اللي انا قلتلكوا عليها ديت. والكبداية الواحدة ببعضها هي سليمة زي ما هي، ولا اتقطعت ولا اتهرت ولا اي حاجة. جربوها كده بقى بالطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم فيها. اي حبايبي يا رب اكلنا بقى النهارده يعجبكم، ما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه، وقولوا لي ايه رايكم في طبق الكبده بتاعنا ده، وجربوه كده وقولوا لي عجبكم ولا ايه، ولا انتوا بتعملوها بالطريقه ازاي، يعني اللي هي دي بتقطعوها بقى وتعملوها، ولا بتسيبوها سليمه زي ما هي كده، ولا انتوا بتعملوها ازاي.
ما تنسوش بقى يا حبايبي الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناة، ويا رب اكلنا النهارده يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.